دبارتنا لليوم سهلة وبنينة وبأقل زيوت وقليان. عملت شوربة لسان عصفور بالدجاج، كفتاجي في الفور، سفافد ولا كباب لحم مفروم، باخكيت وخبز تابونة. والنتيجة بنة كبيرة نودكم ومنشهيكم، خاصة الكفتاجي جايبنين برشا تقوش عليه مقلي. تبعوا معايا الطريقة. بالنسبة للشوربة قليت بصل في شوية زيت وزدتهم دجاج مقصوص جويد وقليته معاهم. فوحت ملح، فلفل أكحل وكركم، نجمو تزيدو حمص. عملت مغرفة كبيرة طماطم معجونة ومغرفة صغيرة فلفل أحمر. مرقت بالماء سخون، وكيف غليت زدت الكلافز وثوم مهرس بتبلو كروية. كيف نقص الماء وقريب الطيب زدت الشوربة وخليتها تكمل الطيب. تعديت الكباب أو السفافد. أنا فرمت اللحم وحدي، تنجموا تستعملوا لحم مفروم حاضر. زدت بصل وثوم مقصوصين، لفحات نخليهم لكم مكتوبين. مغرفتين زيت زيتونة ورحيتهم بالباهي. خليته يرتاح شوية في الفريجيدير باش يشرب لفاح مليح. من بعد شكلته بالطريقة هذه. حطيته يطيب في الفور على 180 درجة لين يحمروا مدة 45 دقيقة تقريبا. بالنسبة للكفتاجي حطيت قرع أحمر، بطاطا وفلفل، زدت ملح وزيت زيتونة. خلطتهم، غطيتهم اللول وحطيتهم يطيبوا في الفور على 180 درجة ساعة تقريبا. من بعد نحيت البابية وخليتهم يتحمروا. بالنسبة للباخكيت عملت عظمة مبشورة، جبن مرحي، قوطة، تن، جبن مثلثات وعظمة وشوية ملح. خلطتهم وحطيت الحشو في الباخكيت وزينتهم بالمعدنوس. نخلي لكم رابط طريقة تقويل بالباخكيت وخبز التابونة تحت الفيديو. حطيتهم يطيبوا مدة 25 دقيقة على 180 درجة. الفور يشعل من الفوق واللوتة، وما شاء الله جاو بنة وتقرميشة. للكفتاجي حضرت صوص طماط، قليت بصل وثوم في الزيت، زدت صوص طماط فرشكة حاضرة، وفوحت ملح فلفل أحمر كركم وتبل كروية وخليتها تطيب. الكباب والكفتاجي حضروا. زدت صوص طماط وعظمة للكفتاجي وفرمته وزينته بالمعدنوس. وهكا تكون دبارتنا لليوم حضرت، إن شاء الله تكون عجبتكم وشهية طيبة.